بعدين انا ده البرنامج بتاعي هيبدا. تعال. الله عليك يا عم توسكا والنعمه ولا سمفستر الشادون. رغم ان هو مذيع ابن مذيع، يعني ابن قار، الا ان لسانه دايما بيوقعه في المشاكل. هوايته يكون على الشاشه وان مان شو، في حلقاته هجومه ما بيرحمش. مع الاعلام الجميل تامر امين. ممكن بقى نتكلم دلوقتي في الموضوع اللي انا كنت عايزك فيه وعشان كده جبتك هنا. انت مين؟ اشتغلت في الطيران الاول، وبعدين اشتغلت في السياحه. كل ده حاجه اشتغل فيها تفشل. فابويا يقول لي ده بتسمع الكلام، اقول له ابدا هجرب تاني. يعني يا رب لو كنت ربيت ذكر بط مش كان احسن لي. لحد ما في اخر مره خالص فرحت بقى مسلم للولد، قلت له تحت الامر خلاص براحتك بقى اعمل فيا اللي انت عاوزه. ما شاء الله، والله جه اليوم اللي تقف فيه جنب ابوك. أنتمي الآن إلى شاشة النهار. شرف لي الانضمام لقناة الحياة، مؤسسة كبيرة اسمها مؤسسة روتانا، شيء مختلف عن باقي الشاشات. قناة لم تتلون، عمرها ما تلونت، وقناة كانت ثابتة طول الوقت، وعمرها ما نفقت، وعمرها ما طبلت. لا سمح الله. لا هتشوفوا إن شاء الله إعلام محترم بلا نفاق وبلا زعامات فارغة. صح. أنا كده، أنا مش كده يا فضل؟ هذا برنامج داعم للدولة المصرية بنسبة 100%. داعم للرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره الرمز والقائد والرئيس وعراب الرؤية. على فكرة اللي عايز يقول ان النهارده حلقة التطبيل واللي مش عارف ايه يقول اللي يقوله. انت فرحان بروحك يا تامر؟ امال فرحان بحسين؟ ما لازم ابقى فرحان بروحك. لا فرحان قوي بروحك. ايوه لازم ابقى فرحان بنفسي. حاسس انك حلو؟ حلو؟ لا حاسس ان انا كويس. الله، ده انت لذيذ بقى وفي منك كذا طعم. لا ده احنا النهارده هننبسط قوي. طب افيهاتك بتضحك؟ جدا. حد يقول على افيهاته انها بتضحك؟ ده انا سكر. احنا اللي نقول. انا دم خفيف على قلبي قوي، بحبني موت. ظاهرتين في فرنسا، في واحده طالعه من عمر ماكرون والثانيه اعتقد طالعه من مسجد الحمديه الشانزليزيه. تامر ده هو الرجل الذي يثمر الناس. يعني ايه يثمر الناس؟ يعني يعطيهم تمرا. تمر. انتوا بتوع الليل واحنا بتوع ايه؟ النهار. قناة النهار. وشك فاكر ده. يا سلام، والله لازم قلت افيه دلوقتي اساسا. بتقل دم امك. تامر امين بصباص. تنفي التهمه دي ازاي؟ ما بنفيهاش. ما بتنفيهاش. انا عينك زايغه يعني. جدا. بجد والله؟ والله. هتكون مهضوم اليوم معنا. مهضوم وفوار واللي أنت عاوزه. اعذرني، أصل محسوبك بيحب الحريم قوي. تقدر تقول إن هما بالنسبة لي هواية. سيرفريز. كل سنة وانتي طيبة. دي حاجة أغلى من الذهب. ايه؟ قلبي. ظاهر إن احنا جينا في وقت مش مناسب. لاحظ إن كلامك جارح. بقى كده. طب خليك في حضن امك. انت تروح لامك. فاكر امك اللي بتشتغل رقاصة كمهنة في الكباريهات والمراقص والديسكوتكس ومش عارف ايه، مهنة حقيرة ومبتذلة ورخيصة. وقفوا حالة الهياج بتاعة صفيناز دي. أخت سما المصري اللي بتقول أحمد الشبشب ضاع. الأخت برديس من الناس الحرانة 24 ساعة وكل فصول السنة. امشي فخورة بأنوثتك وفخورة بصدرك. والمخرج بالكاميرا داخل جوه البتاع. انا جوه ايه؟ جوه البنطلون. ما ينفعش اخش على البيت اقول لك 5 مواه 5 مواه ايه و5 رفاه. فيفي عبده 5 مواه. هلاقي بكره برنامج اسمه 6 و7 ايه يعني. اشكر. طب ابلع ريقك يا نجم، احنا ما بنتهددش. ها ابلع ريقك. اللي يتكلم على القيم والاخلاق ده لازم يكون راجل بقى بتاع ربنا وتمام. انت استاذ تامر حضرتك ما بتجيش تسهر الا عندي، وكل يوم معاك واحده. انا بعيني شايفك وانت شفتني، اترعشت لما شفتني وانا ماشي وانت واخد واحده يمين واحده شمال. خلينا ساكتين احسن يا راجل، خليك في الخمره والويسكي وانسى الاعلام. انا اسف بقى معلش، بس انا بكلمكم كلام اللي ما تسمعوش من حد تاني. عمركم في اعلامي حد قال لكم تستحموا كل يوم؟ عمركم شفتوا مذيع بيقول لكم لو سمحتوا استحموا كل يوم؟ اللي مش عاجبه العيشه في البلد دي وشايف انه الحياه صعبه واوف مش عارف اعيش، كنت اتفرج وغور. احنا شعب كده كده ما بنشتغلش. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا مصريين. في ايه يا جدع انت؟ في اسر كتير قوي بيخلف الولد، واول ما الولد ده يبقى عنده 5 6 سنين يقوم هوب رميه على ورشه. انت وسع كده بس مش انت بتحط ايدك على كتفي ده ايدك على راسك رجوله كده. صرحت في بدايه الثوره انها مجرد اضرابات. كلا البتة. يوم 25 يناير طلعت قلت مناشدات اثبتوا وخليكم في اماكنكم. يا جماعه انا بيفكروني بالحرب بتاعت اسرائيل. 25 يناير
كارثه. ثوره وقبل ما يجي الرئيس عبد الفتاح السيسي وقت ما كان في مبارك، سيبكم من مرسي، انا من مرسي دي فتره بعتبرها فتره ساقطه في تاريخ مصر، يعني فتره كانها مش موجوده يعني. طيب اسال السؤال وبوظه بعد كده زي ما انت عاوز الاجابه. اتفضل. مش عارف، انا ماليش مزاج اشتمك صراحه. اللي بيقول لك انه يعني جزيره وقطر وبتاع، يقول لك ان اللي حصل في 30 يونيو عندنا احنا انقلاب. وليه انا بقول هذا الكلام برضه؟ ما كلكم عارفين وهتقولوا يا تامر انت لازمته ايه الكلام ده؟ ما كلنا عارفين ان قطر التوكيل الحصري للانقلابات الدوحه، تمارس اعمالا عدائيه ضد مصر واعمالا ارهابيه وتأوي ارهابيين وتمول ارهابيين، وما زالت الخطوات المهمه اللي حصلت في بشكل ايجابي في مسار العلاقات المصريه القطريه. بالتاكيد اي مواطن عربي مش بس مصري هيبقى فرحان انه العلاقات العربيه ما بين مصر وما بين اي دوله عربيه تبقى في افضل حالة. عندما كان يتحدث الرئيس عن سد النهضه وقلق المصريين من سد النهضه والعطش وما الى ذلك، اللي عافي محدش ياكل لقمته. المفاوضات الجاريه حوالين سد النهضه، والحقيقه لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. البيان الرسمي الصادر عن وزاره الري المصريه، انت لساني هلا، اعلان الحكومه المصريه عن ان الجزيرتين سعوديتان وسيتم استرجاعهم. اكتر مره في حياتي احس فيها ان انا بجد محتاج جسمي عشان ترجع الكتاب، عشان اقوم اديك بالجزمه يا ابن الكلب. طيب لو هتنقذ واحد بس من الكورونا تنقذ مين؟ والله عبد الفتاح السيسي. جدعان الدروس المستفاده ان احنا نعرف لو عايزين نقلب الحق باطل ونقلب الباطل حق، ونعرف نبقى في مره محامي الشيطان ومره نبقى ملاك مجنح بالاجنحه. طب قالوا لك مين هم اعداء الوطن؟ ايوه قالوا لي كل الناس اللي نقول لك اضرب هم دول اعداء الوطن. مين اللي قال لك كده؟ الباشا. تحب تموت بطل ولا تعيش كلب؟ وهي دي عايزه سؤال يا باشا. عايش كلب طبعا. 5 بالحب.